حرق الأسعار هو ذكاء ولا انتحار؟ في عالم البيزنس يا إما تبقى ذكي وتكسب، يا إما تبقى راجل داخل يخاطر وبينتحر. دايما نسمع كده من الناس اللي شغالة في الريتيل أو الهول سيل اللي هم التجزئة والجملة، إن إحنا هنحرق أسعار. يعني في المخازن سواء كانت ميديكال بقى أو فارماسيوتيكال، إن هم هيحرقوا الأسعار اللي موجودة في السوق لمنتج معين. معناها إن هو هيبيعه بهامش ربح يكاد يكون مش موجود. طب ليه يا عم الحاج؟ قال لك والله انا هستفاد من الموضوع ده في اكتر من حته. نمره واحد، بزود قاعده العملاء بتاعتي، ان انا في ناس بتشتري مني لان هم بيدوروا على سعر رخيص. نمره اتنين، بزيح بعض المنافسين اللي موجودين معايا في السوق. ونمره ثلاثه كمان، ان انا بنظف المخزون بتاعي وبطلع كل المخزون القديم اللي موجود عندي. الاستراتيجيه ديت لو تم استخدامها صح بيبقى اسمها استراتيجي. لو تم استخدامها خطا، يعني في خطوره عاليه قوي، هيبقى اسمها بيزنس بانيك. في العموم الحته دي في الاقتصاد اسمها برايس دامبينج. احنا بنعمل دامبينج للبرايس، بنقلله خالص عشان خاطر نقدر نبيع اكبر قدر ممكن من البضاعه بتاعتي. هو السلاح ذو حدين. لو بصيت كده هتلاقي ان انا عودت الزبون بتاعي على سعر قليل قوي، اجي بعد كده ارفع اسعاري ما يرضاش يقبلها مني. طب وانا اصلا بعت له وانا سعري منخفض كده ازاي؟ لان انا شاطر فاهم اللعبه كويس، فقدرت اجيب اسعار منخفضه للشروه بتاعتي. يعني انا شاري اصلا بالرخيص، فقدرت ان انا ابيع بسعر كويس قوي، او يا دوب هامش ربح بسيط خالص عشان اتخلص للبضاعه بتاعتي. دي بتعمل ايه؟ بتعمل انتشار في السوق، بتكسب بيها عملاء جداد، وفي نفس الوقت كمان بتعمل ازاحه للمخزون بتاعتك في اسرع وقت ممكن. بس اللي بيلعب اللعبه دي لازم يكون جيمر، راجل فاهم لعبه البيزنس كويس. لان لو حضرتك مش فاهم هتتحول للجزء الثاني اللي هو انتحار. يبقى حضرتك بتنتحر، مش داخل البيزنس بذكاء. فخلي بالك قوي من كلمه حرق الاسعار. لازم وانت بتستخدمها تكون معلم.